يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في أماكن في العالم ده المنطق فيها بيقف عاجز، والواقع بيتحول لكابوس ملوش تفسير. والنهاردة هتشوف حاجات لو ما شفتهاش بعينك مش هتصدق إنها موجودة، من ملامح بشرية اتغيرت بسبب تقاليد موضة مجنونة لكوارث ممكن تحصل في ثانية وتدمر حياة أطفالنا في لحظة غفلة. ومش بس كده، هنشوف التكنولوجيا اللي بدأت تتدخل في أجسامنا وتغير واقعنا بشكل غريب. ركز في كل دقيقة علشان اللي هتشوفه دلوقتي مش مجرد فيديوهات. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أطول لسان في العالم. طول عمرنا بنسمع مثل بيقول لسانه أطول منه، وفعلا ده حقيقة. البنت اللي قدامك دي يا سيدي عندها أطول لسان موجود على وجه الأرض، لدرجة إنها بتقدر تخرجه حوالي 10 سنتي. أنت متخيل؟ لسانها طويل جدا وممكن ترفعه يوصل لغاية عينيها كمان. وعلى فكرة الموضوع مش مجرد شكل غريب وخلاص، ده في دراسات بتقول إن الحالات اللي زي دي بيكون عندها مرونة مش طبيعية في الأنسجة، لدرجة إن اللسان بيبقى ليه عضلات قوية جدا بتخليه يتحرك كأنه كائن حي لوحده، حاجة بجد بره حدود العقل. سيبك بقى من اللسان وتعالى شوف الكوارث اللي بتدمر أطفالنا. تعالى بقى أوريك أخطر الحاجات اللي بتعملها الأطفال وبتأذي بيها نفسها. الأطفال وهي صغيرة ما تعرفش إن في حاجات ممكن تأذيها. يعني مثلا ممكن يمسكوا قطعة من الحديد أو قطعة من المعدن ويدخلوها في مناخيرهم أو في بقهم، وللأسف الحاجات دي بتدخل جوه ومش بتطلع، وبتحتاج عمليات جراحية علشان يعرفوا يطلعوها. وخلي بالك الكارثة الحقيقية مش بس في سد التنفس، ده في أجسام زي بطاريات الساعات الصغيرة دي لو طفل بلعها ممكن تفرز مواد كيميائية تحرق المريء في ساعتين بس. يعني الموضوع مش مجرد وجع، دي سباق مع الزمن لإنقاذ حياة. سيبك بقى من كوارث الأطفال وتعالى شوف التكنولوجيا اللي بتغير حياتنا. تعال بقى أوريك النهاردة عمليات منع الحمل اللي انتشرت في العالم. ودلوقتي مع التكنولوجيا كل حاجة بقت سهلة وبسيطة، وعن طريق كبسولة صغيرة بتركب تحت الجلد هتقدر تنظم الأسرة زي ما انت شايف. وعلى فكرة الكبسولة اللي انت شايفها دي بتركب عند الراجل وعند الست كمان، يعني مش شرط تركبها لحد معين. والمفاجأة هنا إن الكبسولة دي معروفة عالمياً باسم نيكسبلانون، وهي عبارة عن قضيب مرن صغير جداً بيتحط تحت الجلد وبيفرز هرمونات بتمنع الحمل لسنين قدام. يعني تكنولوجيا خفية بتتحكم في الطبيعة البشرية، حاجة تخوف وتدهش في نفس الوقت. سيبك بقى من كبسولات التكنولوجيا وتعالى شوف تقاليد الموضة المجنونة. عمرك شفت قبل كده حلق المناخير اللي انتشر في العالم؟ ودي تقليعة بتعملها معظم البنات دلوقتي في أوروبا والهند كمان. بيخرموا المناخير زي ما انتوا شايفين وبيركبوا فيها حلق، وبيقولك ان الحلق ده بيديها شكل ويخليها حلوة. والغريب بقى ان التقليعة دي اصلها بيرجع لآلاف السنين، وكانوا بيستخدموها كرمز للقوة والمكانة الاجتماعية. لكن دلوقتي الموضوع بقى مجرد موضة مجنونة بتهدد بتمزيق الأنسجة وتشويه الملامح لو ما تمتش بحذر. ده غير ان المنطقة دي في الوش بيسموها الدكاترة مثلث الخطر، لان اي عدوى فيها ممكن توصل للمخ وتسبب كوارث صحية ما كانش حد يتخيلها. سيبك بقى من المناخير وتعالى شوف الدهب والأسنان اللي تجنن. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب العمليات اللي انتشرت في العالم لتركيب الأسنان الدهب. ودلوقتي مع التكنولوجيا كل حاجة بقت سهلة وبسيطة، وعن طريق الدهب بتقدر تركب أسنان زي ما انت شايف. واللي هيصدمك إن الموضوع ده ما بقاش مجرد شكل وبس، ده في ناس بتعتبرها خزنة متحركة وقيمة استثمارية شايلينها في بقهم. بس طبعا الدكاترة بيحذروا إن المعادن دي لو ما نوعيتهاش نظيفة ممكن تعمل التهابات لثة وتآكل في الأسنان الطبيعية، يعني المناظرة ممكن تقلب بخسارة. سيبك بقى من الدهب وتعالى شوف المعجزات اللي بتتعمل بالإيد. لو انت بقى فاكر ان الحرف اليدوية راحت عليها خلاص ودلوقتي الذكاء الاصطناعي والمكن هو اللي هيحل مكانها، فأحب أقولك إنك غلطان. الحرف اليدوية يا سيدي قيمتها بتزيد كل يوم، واللي بيصنع حاجة بإيده دلوقتي ممكن يبيعها بملايين الدولارات. والمفاجأة هنا إن الراجل اللي قدامك ده بيلقبوه بالنحاس، ودي حرفة بتعتمد على الترك اليدوي بالشاكوش والأزاميل عشان يحول لوح نحاس صامت لقطعة فنية بتنطق. العلماء والخبراء بيقولوا إن الدقة دي بتخلي القطعة ليها بصمة روحية مستحيل أي مكنة في العالم تقلدها. وبس يا سيدي، كده وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب تكونوا استمتعتوا بكل اللي شفناه النهاردة. وبما إننا النهاردة تالت أيام عيد الفطر، حبيت أمسي عليكم وأقول لكم كل سنة وانتوا طيبين ومتهنيين دايما. ما تنساش بقى اللايك المتين، وقول لي في التعليقات إيه أكتر لقطة صدمتك. استنوني الفيديو الجاي. سلام يا بطل وعيد سعيد.